السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطيره سهله وبسيطه خالص، ومكوناتها من البيت كلها، متاخدش معاكي اي وقت. طالعه معانا حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله عليها، والحشوه بتاعتها جميله. تاخدش اي وقت واقتصاديه. يلا بينا بقى على طريقه التحضير. وقبل ما نروح لطريقه التحضير، زي ما احنا متعودين، تنسينيش في لايك وكومنت حلو منك واشتراك في القناة. بحبكم في الله، أحلى متابعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا هنا نزلت هنا بكوباية من المية وعليهم كوباية سكر. احنا هنعمل السيرم بتاعنا. وهنا الكوباية التانية. تمام. انا نزلت بكوباية مية وكوبايتين من السكر وشريحتين من الليمون بالشكل ده، وهرفعهم على النار. ومعايا هنا بقى حلة بقى يا بنات اهيت. ابدأ انزل فيها بقى بايه 3 كوبايات من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. نزلنا هنا ب3 كوبايات من اللبن. ومعايا هنا يا تنزلي ب3 كوبايات من النشا. انا معايا هنا كاستر. انزل بيه بالشكل ده كده، وابدا اقلب فيه كويس قوي قبل ما احطه على النار، عشان ما يعمليش معايا تكتلات. تمام يا بنات، بالشكل ده كده. ارفعه بقى على النار. كاستر واللبن دبوا مع بعض اهوت. دي الحشوه بتاعتنا بالشكل ده كده. انا عملت بقى الكاستر، الحشوه بتاعتي بالشكل ده، ولا خفيفه ولا تقيله، طالعه بالشكل ده كده. هبدا افضيها في حاجه، وهحطها في التلاجة لمده 10 دقايق على ما اجهز بقيه المكونات. تمام. هغطيها طبعا عشان ما تعملش وش تعمل كده طبقه على الوش. تمام. هبدأ أغطيها بكيسة بالشكل ده كده. احطها بقى في التلاجة مدة 10 دقايق. تمام. هنا بقى يا بنات بدأت بقى احط الجلاش بتاعتي بالشكل ده كده. انا حاطه جلاش ورقتين، وهنا الورقة دي بس كده علشان انا حاطاها بس عشان الحشوة بتاعتي. تمام. ابدأ بقى احط الحشوة بتاعتي بالشكل ده كده. تمام. ابدأ اتنيها بالشكل ده كده. واعملها زي الظرف كده بالشكل ده كده. تمام. معايا هنا بقى الصينية بتاعتي دهناها سمنة بالشكل ده. ابدأ اعمل معاكم واحدة تانية. انا هنا حطيت ورقتين من الجلاش. ابدأ بقى بالسمنة، ادهنها بالسمنة بالشكل ده كده. تمام. معايا هنا شوف ورقة من المتكسر كده اللي معايا. ابدأ احطها هنا كده. انا بحطها بس علشان اللي تشيل الحشوة معايا. هدهنها كمان بالسمنة هي كمان بالطريقة دي كده. ابدأ بقى اخد من الحشوة بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. برضو ابدأ الفها بالراحة كده. تمام. وابدأ اعملها زي ما فيلها زي الظرف برضو معايا بالشكل ده.
تمام يا بنات. ابدا احطها، حطيتها في الصينيه، وابدا ايه ادهن وشها بالسمنه بالشكل ده. خلص بقى الكميه بتاعتي بالطريقه دي كده يا بنات. تمام، انا خلصت بقى الكميه كلها يا بنات. هحطها بقى في الفرن تاخد وش كده من تحت حلو، بعد كده ايه اقيد عليها الشوايه تاخد وش حلو من فوق. تمام يا بنات، وصلتوا بقى معايا لحد هنا، متنسونيش في لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو منكم. ربنا يجعلكم كده نعمه في حياتي يا رب. ادخلها الفرن كده بقى يا بنات. الفطيره بتاعتي، الفطيره بتاعتي اللي معايا اهوت. ابدا بقى ايه اسقيه كده بالشربات بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسيرم، طبعا هو الجلاش سخن والسيرم معايا ساقع. بالشكل ده كده. سقيته معايا هنا ايه بالسيرم. هنا بقى احط عليه سكر بودرة بالشكل ده كده. الزواق ده بقى حسب انت ما تحبي. تمام، في انا حطيت عليه شوكولاتة، في انا حطيت عليه سكر. وده بقى الشكل النهائي بتاعنا يا بنات. هو اخد معايا وش لون حلو من فوق ومن تحت. دخلته تحت الفرن، اخد لون من تحت، وبعد كده دخلته قلت عليه الشوايه، اخد لون حلو من فوق. حطيت على وشه هنا في شوكولاته وهنا سكر وايه يعني الحاجات دي. التزيين دي تبعك انتي، تبع ما انت ايه عايزه. ممكن بقى احط عليه شويه زبيب بالشكل ده كده يا بنات. تمام، طلعة جميلة قوي معانا الفطيرة. بسم الله ما شاء الله عليها. حلو قوي. فطيرة طلعة حلوة معانا وجميلة. بسم الله اللهم بارك. نبدأ بقى ايه نقطعها كده بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين الفطيرة حلوة ازاي، والحشوة بتاعتها جميلة قوي، محشية الكاستر من جوه، وعليها بقى من فوق الشوكولاتة. فطيرة حلوة. بسم الله ما شاء الله عليها. هي اسمها ترند، طالع عليها مسميينها فطيرة تيتا كريمة. ترند جديد طالع، فهي يعني بيشتروها بالغالي. احنا عملناها في البيت بلفة جلاش وباكو كاستر، او ممكن تستبدليه بالنشا. طالعة معانا حلوة أوي وجميلة وما خدتش منك وقت. ما شاء الله عليها. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. إن عجبتكم تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة. سيبكم في رعاية الله. مع السلامة.